الاهلي والانتصار على الرجاء ب2-0. هذه المباراه عرفت وجهين، وجه كان في الشوط الاول وجه في الشوط الثاني صراحه. اللي شاف الماتش ديال لا بريمير ميطون ومشى بغى يقضي شي غرض ما يمكن كنظن ما يتوقعش نتيجه، ولكن من بعد ما ضيع زريده داك الفاصافاس وانا غادي نرجع معك حيت انا غادي يكون عندي هضرتي غتكون مغايره على بزاف ديال الناس اللي كيتكلموا. انا عطيني هضرتك انت تكون غير غادي نعطيك هضرتي غادي نعطيك التحليل ديالي. انا ما غاديش نعطيك التحليل ديال حيت هذاك الشيء الاخر كيتسمى عندي هو العادي، هو زريده ضياع، هو الرجاء انكسات في دقيقه 40 ولا مع 40 في الشوط الاول، وثم هدف ثاني. دابا جوج الاهداف جاو في واحد الظروف صعيبه، جاو في الاخر ديال سميتو ديال الاشواط، واحد في الشوط الاول واحد في الشوط الثاني. يمكن ديال الشوط الاول ما كانش كيقدر يكون انكيسي لان الرجاء كان مزيان بديك ثم ولكن الشوط الثاني كنضرب انا فريق الرجاء بحال تسنى فريق الاهلي بداك لو ريتم ديالو، قال لي غير طلع كون بقى داير داك الضغط وبقى يدير. انا غادي نتكلم على واحد النقطه اللي يمكن ما تكلموش عليها الناس. الرجاء المشكل دابا منين تصور معايا انا الرجاء بواحد الهداف محترف، راه خصك تطرح السؤال. زريده راه مشى، ولكن زريده راه واحد اللاعب ديال ميليو تيرا اللي جاتو ديك لوكازيون تما ومشى. انا تصور معايا ان اوتر جوور على بلاص دو زريده، انا فا سونتر تيب شي واحد اللي شراتو الرجاء. علاش انا كنقول شحال من مره ماشي البروفيل دخابه. لا انت هذاك دابا شو تصلت ليها دابا تصلت ليها داك اللاعب الصندوق. انت لقيتها ديما تنقولوها، لقيتها اللي مشى بالونغو مشى بالونغو من الرجاء. شنو هو الفكره اللي كتخص تكون عندك وانت كتفيزي على تشامبيونز ليغ؟ خصك تعوض هذاك البوست بواحد بهذاك البروفيل. واش هذاك غوارديولا جاب هذاك هالاند فابور؟ لا. علاش جابو؟ باش يماركي ليه. ملي شفته محرز ماركه 3 شكون السبب في الاهداف ديال 3؟ هالاند. علاش؟ لانهم متابعين. دابا انت شاكي كيف غتلعب مع السيتي كتبع هالاند، فيما مشى هالاند انا عندك هالاند يسجل، هو خرج لك محرز، يخرج لك دي برون، يخرج لك فودين، يخرج لك بزاف ديال اللعابه اللي كاينين تما في السيتي. وراه ميم شوز بالنسبه للفرقه اللي باغا تلعب الشامبيونز ليغ، كنمشي وكنشري هداف. انا كنخسر شويه الفلوس اوليو باش نجيب 4 اللعابه ولا 5 ولا 6، انا غنجيب واحد ولكن غادي يقضي غرض. دونك انت هذا البوست هذا بان لك في هذا الماتش مهم، كان خصو ماشي في هذا الماتش، في الماتش ملي كتدخل الشامبيونز ليغ سورتو هذا خصك هداف. حيت الشامبيونز ليغ في دور المجموعات تقدر تغمض عينيك لان ما كتلاقاش مع خصوم اللي هي قويه اللي غتخلق لك. ولكن ملي علاش كنشري انا هذا اللعب؟ كنشري الربع الدومي ولا فينال، حيت كلهم هذو ماتشات فيهم الي وروتور، كيف فيهم واحد 6 الماتشات ولا جو سي با. اذا خاصك الجوور اللي هو لا كلاس وتمشي تجيبو وتبحث عليه، يعني الجوور اللي هو لا كلاس وتمشي تجيبو وتبحث عليه، يا اما يكون افريقي وكيلعب مع فريق افريقي واللي هو معروف، ولا كنمشي ناخذو من شي فرقه اخرى في لا تونيزي ولا في ليجيبت ولا جو سي با فين، وكنجيبو وكنعطيه داك الشيء اللي كيستحق باش كيقدر يعاونني في هاد الماتشات هادو. حيت انت خابه راه غير ديرنييرمون كيلعب لا 8 بلاص 3 بلاص 6 بلاص ترونكيل، ما عندوش ضغط. خابه ما عمره ما لقى كاس عرش قدامه وكوب دافريك وشامبيونا وجو سي با، وما عمره ما لقى راسو شي فريق هو اللي كاين ولا فاصون غادي يدخل وجا للرجاء على انه عنصر بعد ما مشى اكسل. انا هو اللي غادي خصني ندير لو رول ندير هذا الماتش. قلتي الماتش بهذا الوجه كاين ماتش ديال الرجاء قبل ما يتسجل عليهم البروميير بيوت ديال الاهلي في الدقيقه 45 سالا الماتش، كاين ان اوتر ماتش في دوزام ميطون. هذاك الجزء الاول ديال الرجاء كيفاش شفتيه؟ كانوا واقفين ضاغطين، كيمشيو دو طون زون طون. كانت كيتبان لك بان الاهلي برونابل. وعلاش كتبان الاهلي برونابل؟ لان يعني الاهلي دي مومون اللي كتلعب في الشامبيون عرفنا بان تمحنات مع الهلال، تمحنات مع بزاف ديال الفراقي، ومع الرجاء عندها سوابق. حاسين بان فريق الرجاء اللي كيلعبوا معاه راه كيخلق لهم مشكل، ما كيديروش فكره قدامهم على بان الرجاء راه هي في البطوله حقها ولا هذا، لا كياخذوا دائما. انت كتاخذ الاهلي كفريق كبير وما كياخذوا فريق الرجاء كفريق اللي هو. وبانت في المباراه ديال الاهلي وفريق الرجاء لانه لا بريمير ميطون بعد ما كان واحد شويه ديال الاحتياطات وهذا من طرف الاهلي والتخوف ديالهم،
خلى فريق الرجاء على انه يكون شويه مستولي على الكره، ومشى خلق مشكل الشناوي. ضربه خطا ديال النهيري اللي انا كنظن من غير الشناوي ما يجبدهاش حارس، لانه هو طويل ويديه طويله قدر يوصل لها. اذا هذه كل حويجات كانت كتبعث لك خلات الجمهور ديال الرجاء يثيق. ولكن في الشوط الثاني انا كنظن، انا المدرب سمعت في التصريح ديالو تيقول ما كناش الدراري ما كانوش خايبين، والدراري ما شرحش لينا، كان يعطينا فكره يقول لنا في دوزام ميطون اش دار، اشنو هو اللي وقع للرجاء، واش من طرفك انت ولا من تشرح للناس، تشرح للمحبين، تقول لهم دا فوالا يمكن درتي واحد لا بريمير ميطون اللي الجمهور كله لا صحافه ولا كلشي غادي يتكلم عليها، ولكن دوزام ميطون راه ما طلعتيش وبحال خليتي الوقت للفريق الاهلي على انه هو اللي كان مستولي على الكره، وانت ملي كتكون دائما مستولي كتقدر تسجل. ولكن ما شرحش لنا المدرب حدو قال كنهني اللعابه وما يستحقوش وما كيستحقوش، وي ولكن راه ما كيستحقوش في لا بريمير ميطون، ولكن في دوزام ميطون فاش دخلتي بديك وما يستحقوش وما كيستحقوش، وي ولكن راه ما كيستحقوش في لا بريمير ميطون، ولكن في دوزام ميطون فاش دخلتي بديك هكاك ورجعتي للوراء، تنظر بانه راه واحد لو ديتاي. واخا ما كنبغيش نتكلم انايا في هذا لي ديتاي، ولكن غنسولك عليه لان انت اللي كتبغي تناقش كل مدرب كتناقشوا في التغييرات ديالو اللي دار مثلا، وشنو درتي باش ترجع في النتيجه. تغيير مثلا بحال ديال حفيظي الزرهوني حتى الدقيقه ما عرفتش شحال هذيك قالها جبدها، قال لهم بغينا ندخلوا دراري هذا تكنيكمون جو سي با داكشي، ولكن لا صعيب. بعد هذيك الدخله ديال الحفيظي في ديك الوقيته هذاك صعيبه. حتى الخروج ديال زريده، خرج شي واحد اللي داخل وسط الماتش كاين يقدر كاع يدير لك ما تعرف، يبغي راترابي ويمشي ماركي لك، وبحال كتقول انت قتلتي ذاك لو ريتم، حيت الحفيظي ما تبقاش تسنى منه. الحفيظي سوني بري ذاك الحفيظي ديال هذه واحد العامين ولا 3 سنين ولا هذا اللي غادي يعطيك ديك لاباس ديسيزيف، واللي غادي يدير لك حتى هو دابا الان راه هو كيتعذب. هذا هو المشكل. بالنسبه للاهلي انت كيف جاوب؟ الاهلي راه دار، شوف الاهلي منير لعب بداك لو جو ديالو اللي متعود عليه، اللي ما هو الاهلي هو فريق اللي كيقدر يدير لك لا كونسيرفاسيون بال وتيبقى غادي. الاهلي الا ما فاجئتيش بشي هدف وبعثرتي ليه الاوراق ديالو تيبقى دائما حي في المباراه، وهذا هو اللي وقع. قدر يجيب هدف في لابريمير ميطون اللي هو صعيب في ظروف صعيبه، خلانا الرجاء تخرج بواحد المورال اللي خصها تعاود من الاول، وخلاهم هما يدخلوا مع المدرب يشوفوا واش غادي يديروا معك في دوزام ميطون، شنو غيديروا معك. هما كانوا كيتمناو ذاك الهدف الثاني، وهذاك الهدف الثاني بحال كتقول انت في كره القدم خصوصا في الشامبيونز ليغ تيقتل لك الاحلام. ماشي الاحلام ما نقولوهاش، حيت هو 2-1 احسن من 2-0 كتخليك دابا انت الفرق بينك وبين الروتور على ان لالي الاهلي هي اللي كتامس الحاجه تسجل عليك، كيف كتخلي لك بعض الفراغات. العكس اللي غادي يوقع دابا في ماتش الروتور هو انه جايبين معاهم 2 بيوت حاطينهم في جيبهم، واش غادي يديروا معاك؟ غادي يخلوك انت تخوي لهم وغيلعبوا الكونتر. فوالا هذه هي كره القدم، هادشي اللي كاين. بالنسبه لبعض الارقام الخاصه بالاهلي في هذاك الوجه الاول اللي عطيتي ديال ما قبل تسجيل الهدف، انت عندهم حيت فريق الاهلي هو هذا هو الوجه ديال فريق الاهلي مؤخرا. حتى لو دوزيام بيوت اللي ماركاه لاعب اللي دخل في الميليو وراه هذاك شتي هذاك وكانوا لي جوار طاير شويه، راه ما كانش لا لين مزيانه، واحد كان طالع ولا ما عرفت خويا، الاخرين واحد 2 كانوا شويه متاخرين للوراء، هو اللي خلى التكسير ديال عمليه الشروط. على أي تفوق الأهلي المصري على الرجاء ب2-0 في المباراة ديال الذهاب.